قد تكون مساحة الملعب لا تكفي ل40 مليون نسمة، ولكن قلوب الكويتيين تتسع لأكثر من ذلك، خصوصا إذا تعلق الأمر باسم اليمن. أحلام اليمنيين ذهبت جميعها نحو سماء أستاذ جابر بن مبارك، علهم يجدون ضالتهم المفقودة منذ أول مشاركة لمنتخبنا الوطني في 28 من ديسمبر من العام 2003، ليأتي بعد 21 عاما وفي 28 من ديسمبر أيضا من العام 2024 أول فوز لمنتخبنا في دورة الخليج. تشابه التاريخ وتشابه الخروج في كل نسخة من النسخ العشر الماضية، حتى أتى اليوم الموعود الذي كسر فيه نحس الفوز، وحقق منتخبنا أول فوز بعد 35 مباراة، كان التعادل في واحدة منها يعادل تحقيق بطولة. قد يرى البعض أن هذه النسخة هي أفضل نسخة كوننا حققنا أول فوز بالبطولة، ولكن ما يحز في النفس هو تداول الإعلام العربي لفشل اتحاد الكرة بشكل كبير هذه المرة. أن يكون فشلك مادة دسمة يتغذى عليها الإعلام، هذا يعني أنك وصلت إلى نخاع الفشل. السودان تعيش حربا ضروس تأكل الأخضر واليابس، ومنتخبها متصدر لكل مجموعاته في تصفيات كأس العالم والقارة أيضا. فالظروف ليست ذريعة الفشل التي يجب علينا دائما التحجج بها ومحاولة استعطاف الشارع الرياضي. علينا البحث عن حلول أخرى. النجوم موجودة والمواهب بالفطرة تملأ عناصر المنتخب وغيرهم بالمئات. الشغف والطموح وحب الرياضة كلها عوامل تصب في مصلحة منتخبنا الوطني، ولكن تنتظر من يحتويها بشكل أفضل. أما عناصر المنتخب، شكرا على كل قطرة عرق نزلت من جبينكم من أجل الشعار والانتصار. كم نحن فخورون بكم، ونحن نراكم تتجاوزون في سلم الترتيب بطل آسيا المنتخب القطري، وكان مركزكم أفضل من أبطال النسخة الماضية من دورة الخليج أسود الرافدين. هذا كفيل بأن يجعلنا فخورين بكم. كل من شاهدكم يعلم يقينا أنكم أقل المنتخبات إمكانية، ومع ذلك كنتم أكثر المنتخبات ندية وروح. سيكتب التاريخ أنكم صنعتم انتصار كان عقدة تلازم الأجيال التي سبقتكم على مدى 3 عقود. الجميع ينتظركم في الاستحقاقات القادمة، وكلنا ثقة في أن تقدموا أفضل ما لديكم إن شاء الله.